الشهيد مدحت درويش الوحيدي قائد فصيل سهم الموت. ولد الوحيدي في حي الدرج بمدينة غزة عام 1917. التحق بالثورة الفلسطينية الكبرى تحت قيادة الشهداء القادة عبد الرحيم الحاج محمد وحسن سلامة. خلال الثورة أصبح قائد فصيل سهم الموت العامل جنوب فلسطين. نفذ الوحيدي وفصيله العديد من العمليات البطولية ضد الانتداب البريطاني، أشهرها نسف خطوط الإمداد في منطقة يبنى، عملية مسجد الشمعة في غزة القديمة حيث تظاهر فيها الشهيد بلعب الكرة مع عدد من الصبية قبل أن يطلق النار من مسافة 0 على 2 من ضباط الانتداب، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، وانسحب سالما من المكان تاركا رسالة فوق جثتيهما. على إثر ذلك نسفت بريطانيا مسجد الشمعة، وأصبح الشهيد مطاردا بعد أن عرف بالاسم. غادر مدحت الوحيدي غزة إلى مصر على إثر ذلك، وعاد عام 1947 إلى القطاع لقيادة الثوار جنوب فلسطين خلال النكبة. اتخذ من مسجد السيد هاشم مركزا للقيادة، وجعل من بيارته مخزنا للسلاح، وكان يتزود بالسلاح من الكرك عبر الشهيد عيد الصانع الشهير بهبوب الريح. وفي 5 من شباط العام 48 نصب الوحيدي ومجموعته كمينا لقافلة صهيونية متجهة إلى يافا كانت تمر بمحاذاة أرض عائلته شرق غزة، ليرتقي في العملية مع رفاقه الشهداء عبد الرحيم الفرنجي ومحمد بكر زايدة ويوسف داود. وشيعتهم غزة بجنازة مهيبة زحف لها أهالي جنوب فلسطين من بئر السبع إلى غزة. الثوار لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.